مرحبا بكم في قناة اش اف ان ستوريز. انا اللي كتجيب لكم قصص من الواقع. الا وصلتي لهنا راك جاهز تدخل معنا العالم اللي ما كيرحمش الفضول. شد راسك ونبداو القصة على بركة الله. كان فؤاد واحد الشاب اللي ما عاش لا طفولة عادية ولا حياة سهل. كبر في دوار صغير قريب من مدينة الحدود، وكان ديما كيشوف قدام عينيه طريق وحدة اللي كتجبد الرجال، هي طريق التهريب. ولكن من بعيد الطريق كانت كتلمع، ومن قريب كانت كتبلع الناس بحال شي حفرة. هنا كان كيبدا كلشي، الحياة فوق الحافة. ولدات الأم ديالو لاله حنان 4 ديال الولاد، ولكن فؤاد كان هو الكبير فيهم، كان هو الركيزة ديال الدار. الركيزة ديال الدار يعني هو المسؤول ديال الدار. الأب ديالو عالي كيخدم في الفلاحة نهار كامل، كيجي في الليل عيان. الدار كانت بسيطة ولكن الضغط كبير. كروسة ديال الفلاحة كانت مهرسة، أم خاصها دول السر، الأخت الصغيرة خاصها مصاريف المدرسة، وبابا فؤاد كان تا هو خاصو تحاليل اللي هما غالي. فؤاد كان كيقرا مزيان، ولكن الفقر كان كيهرس الأحلام الشباب. خرج فؤاد من المدرسة وباقي صغير، مشى خدم في البني، ولكن كان الخلاص ماشي شي خلاص اللي هو غالي. والجات اللي كان كيخدم كان كيضرب واحد الجات كبير. نهار على نهار صعبت عليه الحياة، حتى ولا كيشوف الخبز كيجري قدام عينيه وما كيقدرش يلقاه. دازت الايام غادي بفؤاد بحال هكا. غادي يجي واحد النهار، غتجي فؤاد واحد السيارة اللي غتغير المصير ديالو. في واحد العشية كانت الشتا، كان واحد البرد كيدخل للعطا. سمع فؤاد شي واحد كان كيعيط من برا. فؤاد خرج ولقى صاحبو القديم يوسف اللي غبر شحال هادي. يوسف تبدل، لابس لباس غالي، تليفون اخر موديل، وطونوبيله من اخر الطونوبيلات. قال لي يوسف تبدلتي بزاف. قال لي اش دير الخدمه تاع البني، راك عارف الظروف. نقز يوسف ويقول لي اسمع، ادي لك فرصه تخرجك من هذا الفقر كامل. فؤاد زاد في الدقات ديال القلب ديالو. يوسف ويكمل قال لي التهريب بسيط، سلعة خفيفة ماشي خطر كبير، والضربة راه كتجي ما بين 700 درهم حتى 1500 درهم. فؤاد تراجع 2 خطوات للور ويقول لي واش التهريب؟ قال لي صاحبي التهريب، ولكن ماشي ديال السلاح ولا المخدرات، غير ديال السلع. يوسف كان كيجبد الحبال بطريقة محترفة. فؤاد كان محتاج اي حاجة. رجع للدار، أم كانت كتكحب بواحد الشدة، الأب كان كيتوجع بظهره. قال لنفسه غير ضربة وحدة نعاون بها مالي الدار ونرجع. ولكن الطريقة ما كتساليش عند ضربة وحدة. الجبل اللي كيدوزو منه المهربين عنده اسم، الاسم ديالو كان جبل الرماد، حيت كلشي كيضيع. الليلة الأولى مع 3 ديال الصباح كان الضباب نازل والبرد قاصح. وصل فؤاد ولقى المجموعة، لقى فيها يوسف، كان معهم الهجار اللي هو الزايم، وواحد السائق وبغاه المجهزة. الجار شاف فؤاد وقال ليه التهريب ماشي لعب، واللي وقع ما كاين لا غوات ولا خوف، ولا بغيتي تربح ضل وسط الظلام. مشاو في طريق ضيقة، الجبل كيسمع غير انفاسهم. فؤاد كان كيشد كيس صغير، ولكن منين شاف الفتحة لقى اقراص غريبة كانت مخدرات محرمة. شد يوسف منكم، قال ليه يوسف هادشي راه ماشي سلاح. يوسف شدو بقوة، قال لي اسكت دابا رجعنا، ما يمكنش تهرب دابا. فؤاد فهم، دخل في باب بلا خروج. من بعد اول عملية فؤاد رجع للدار بفلوس، شرى الدواء لمو، خلص تحاليل بواه، وجاب حوايج لختو الصغيرة. ولكن الفلوس اللي جاية من الظلام عمرها ما كتجيب النور. دازت شهور فؤاد غارق، ولا كيدير 3 العمليات في الاسبوع. الهجار اللي هو الزعيم بدا كيعطيه ثقة، كيتقرب ليه. فؤاد انت ولد زوين، باش تدخل في عملية تهريب؟ بصح عندي عملية كبيرة وغادي نخرجوك من الفقر نهائيا. فؤاد وافق بلا ما يفكر. هاد العملية هادي كانت ضخمة والحمولة ديالها كبيرة، الطريق صعيبة والفلوس كتيرة، ولكن الشرطة كانوا كيراقبوا منذ اسبوع. الهجار كان عارف ان البوليس تابعينه، ولكن خبى الحقيقة على صحابه. في الليل بدات المجموعة المشي وسط الجبل، البغال محملة
والخوف كيدور. فؤاد كان هو في المؤخرة ديال الطريق، كان اخر واحد في كيسير مع القافلة، ومرة كيشوف ورا ظهره بحال شي حد كيتبعو، حتى فجأة ضوء قوي من السماء وصوت وقفوا، وطلقات نارية، صراخ، جري، ضباب، فهمت والو، الناس كطيح، شي كيهرب، يوسف زلق وبقى طايح. فؤاد بقى واقف في الخطر، شاف صاحبو ضاربينو بالرصاص، ما قدرش يخليه، رجعوا شدو من يديه وجرو، ولكن من قربوا لحافة الجبل يوسف همس ليه، قال لي فؤاد اسمح لي دخلتك في طريق اللي ما تصلاحش ليك. يوسف قال ليه راه ناويين نلصقوا كل شي فيك، انت هو مول الشي. فؤاد جمد في بلاصتو، الخيانة كانت اقوى من الرصاص. رجال الامن شدوا فؤاد، ولكن الزعيم اختفى ويوسف مشى في الاسعاف. فؤاد داروا ليه محضر طويل ولقاو عنده بصمات على اكياس التهريب، كلشي كان غادي يطيح عليه، اتهامات، مسؤولية والحكم، حتى واحد ما كان غادي يوقف معاه. حتى دخل راجل كبير، الراعي اللي شاف كل شيء. الراجل الكبير كيعيش غير في الكوف، كيراعي الغنم. قال الشرطة انا شفت العملية كاملة، قال لهم شفت داك الزعيم كان كيحرض في الدراري، شاد بالتفاصيل، قضية تبدلات فجأة. فؤاد خرج بكفالة ولكن بقى متابع. يوسف بقى في السبيطار بين الحياة والموت، والزعيم هرب للمدينة الساحلية. 6 شهور من البحث، والزعيم كان دير شبكة معقدة، تهريب، رشوة ومافيا في الميناء، ولكن الأمن شدوه في عملية دولية وهو غادي يهرب عبر البحر. تحاكم واعترف كل شيء، حكم عليه بسنين طويلة. يوسف ما قدرش يتحمل الإصابات، وبعد 4 شهور ديال الآلام مات. فؤاد مشى للجنازة ديالو، والبرد كيدخل في العظام والناس ساكتين. قال فوق القبر قال لي التهريب كيعطيك درب، ولكن كيبعتك لأغنى الناس. فؤاد خرج من داك العالم وقال اقسم بالله العلي العظيم ما نرجع ديك الطريق نهائيا. دار مشروع صغير في الصباغة، كيخدم مع الصباح كيرجع في الليل بعرق كتافو. مرة كيدوز قريب من داك الجبل، كيشوف الطريق القديمة وكيقول اش غادي نكون رماد، ولكن الله نجاني والناس سمعوه. فؤاد هو الوحيد اللي خرج من الطريق اللي كتاكل الرجال. هذيك الطريق ما عندكش نهاية توصل، ديما غتبين لك ان كاينين فلوس، ولكن ديما النهاية توقع غتكون اسوء. غنكونوا هنايا وصلنا لنهاية القصة. الا عجبكم الفيديو متنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. كان معكم اشرف ستوريز، تحياتي لكم.